رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ان نحمد ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. قلتم احبه رسول الله وطاب من شاكم، نسال الله عز وجل ان يجعل الجنه مثوانا انه ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاخوه الاحبه الفضلاء، نعيش هذه الليله مع المنهج الاصلاحي لحسن البنا، منهج حسن البنا في الاصلاح. ايها الاحبه، نشرف هذه الليله بالاستاذ المهندس جمال الأصولي. الاستاذ المهندس جمال الأصولي مدير عام في شركه الكهرباء، وهو احد المدربين الكبار في وزاره الكهرباء. حصل على دوره في التربيه ودوره في الاداره من المعلمين والمدربين الاجانب، فهو بذلك وكان من اوائل من درب من المصريين، اول جيل مدرب ويعتمد من المصريين بعد الاجانب. ايها الاحباب، الباشمهندس جمال مشرف على مدارس الدعوه في البحيره والاسكندريه وكفر الشيخ. نسال الله عز وجل ان يجعل الحق على لسانه وفي قلبه دائما. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاحبه الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. نسال الله عز وجل في هذه الاوقات المباركه ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان يجعلنا اهلا لنصره الحق والقيام بحقوق منهج الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى عظم أجر المصلحين، فقال سبحانه: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهنا قال الله عز وجل يمسكون بالكتاب، ولم يقل يمسكون الكتاب. يقول المفسرون يمسكون فيه معنى المنازعة، أي أنك تريد أن تمسك الكتاب وهناك من يريد أن يمسكه منك ويلقيه بعيدا وينحيه عن الحياة، يقصيه عن الحياة، فيمسك لا ينازعك أحد. أما يمسك يبقى فيه حد يشد منك شمع جديد وانت ماسك فيه ثابت فيه. يمسكون بالكتاب ويقاومون من ينازع. إنا لا نضيع أجر المصلحين، ولم يقل لنا الله عز وجل ما هو أجر المصلحين، وإنما جهل الأمر ليدلل على أن أجر المصلحين أجر عظيم. نسأل الله أن نكون منهم.
خصنا الله عز وجل وأكرمنا بكرامات عديدة، منها أنه سبحانه خلقنا بيده. لما لم تسجد خطابه لإبليس؟ لما خلقت بيدي خلقت بيدي ولم يأخذها على أي مخلوق. فأول تكريم الله لنا خلقنا بيده، ونفخت فيه من روحي. هذا ثاني ألوان التكريم. ثم العلم، وعلم آدم الأسماء كلها. أي علم؟ أي علم؟ الملائكة اشتاقت للون الخامس من ألوان التكريم، لما قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. مش احنا أولى بهذا التكريم وهو خلافة الأرض وعمارة الأرض؟ فقال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء. وبعدين قال يا آدم أنبئهم، ما عرفوش أنبئهم. يقول إمامنا وشيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: أي علم، أي علم هذا الذي كان عند آدم ولم يتوفر عند الملائكة؟ فعرفوا لآدم قدره، فلما أمرهم بالسجود، وهذا هو اللون الرابع من ألوان التكريم، سجدوا عن قناعة تامة وعن احترام تام لآدم. أفهمهم رب العالمين، علمهم رب العالمين أن آدم سينزل إلى الأرض ليعمرها ويقيم فيها حضارة، فعنده نوعان من العلوم: علوم شرعية تمثل الضابط والحاكم، وعلوم كونية سيستخرج بها ويكتشف بها كنوز الأرض، فيقيم حضارة مادية ولكنها منضبطة بالعلوم الشرعية، فتحقق للإنسان السعادة والراحة الروحية، وتحقق أغراض نفخة الروح الإلهية، وتحقق للإنسان السعادة والراحة الجسدية، وتعطيه الجانب المادي الذي فيه. فوجدوا عند آدم وعلم آدم الأسماء كلها. قال ابن عباس: علمه أسماء كل شيء، كل حاجة عرفها لآدم فتلاها عليه. فلقوا الراجل ده عنده في جانب الشرع عارف حاجة اسمها علوم قرآن وعلوم حديث وأصول فقه وفقه وعلوم عقيدة وعلم توحيد وعلوم كلام وعلم تجويد وعلوم عقيدة. هذا الجانب الشرعي الضابط والحاكم. ووجدوا عنده طب وهندسة وجيولوجيا وبيولوجي وفسيولوجي وبكتيريولوجي كل حاجة. قالوا لا، فعلا احنا ما نطلعش المهمة، مهمة عمارة الأرض. إذا فالمشروع الإسلامي
الذي ارتضاه الله عز وجل لعمارة الأرض مشروع نهضة، مشروع حضارة. ايه المانع؟ يقول لك يعني ينفع يبقى عندنا بلد وعندنا عربيات وعندنا قصور وعندنا أرصدة في الأرض؟ طبعا، بس هاتها من حلال وأنفقها في حلال. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وبدأ سيدنا آدم لما أهبط إلى الأرض يلتزم المنهج الإلهي. قلنا يمسكون، يبقى في منازعة. أول جيل بدأ يشتغل في الأرض بمنهج إصلاحي كان جيل هابيل وقابيل، وبسبب الحسد قتل قابيل هابيل، وفر قابيل إلى الوديان ومعه زوجه وتبعهما إبليس. وخلال من 800,000 سنة بقى في شعب في الوديان علمهم إبليس الفجور والغناء والضم والعلم والسفور. ثم تطور الأمر إلى أن أصبحوا قطاع طرق وسارقي لمن يمر به. خلاص عملوا كل حاجة في الجبال. وكان آدم من سكان الجبال بعد أن مات هابيل وفر قابيل رزقه الله عز وجل بسيدنا شيث. شيث ومعناها هبة الله. وأنزل الله على شيث 50 صحيفة من إجمالي 104 صحيفة نزلت على سائر المرسلين. لماذا؟ لأنه يؤسس للشريعة في الأرض، يؤسس لشريعة الله في الأرض. يبقى كل رسول هيجي بعد كده هيعمل عملية تعديلات، يشيل مادتين ويحط 3، يحط مادة ويشيل مادة، يحط 5 ويشيل 2، إلى أن ختمت بشريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومهيمنا عليه. فكان أحد مظاهر تكريم الله عز وجل لآدم وذريته بعد أن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وعلمه الأسماء كلها وأسجد له ملائكته، أسكنه الجنة وأهبطه إلى الأرض خليفة وأعطاه المنهج الإلهي الذي يقيم به حضارة ويحدث به نهضة. وهذا كله تحت قول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم. كلما انتهى زمن رسول أتى الله برسول آخر إلى أن ختمت الرسالات برسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم. في مكة كان التأسيس لمسألة تطبيق شرع الله عز وجل والتفصيل الاعتقادي للمسألة. فنرى من القرآن المكي هاتين الآيتين: آية في سورة الأعراف الآية 54 يقول الله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. في مسألة الخلق يقول شيخنا الدكتور عبد الستار الله سعيد:
في كتابه الرائع المنهاج القرآني في التشريع، وهو موجود بالمعرض على فكرة. المنهاج القرآني في التشريع ده رسالة الدكتوراه بتاع فضيلة الشيخ عبد الستار محمد سعيد، موجود عند حضراتكم النهارده. محور الكتاب الكلمتين دول: ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر. الباب الأول من الكتاب الله الخالق، وبعدين الله الآمر، ثم تحدث عن المناهج الأرضية. ما هو بينزع منك الكتاب ليه؟ بينازعك الكتاب ليه؟ علشان يحط لك الفكر بداله، يحط لك الفكر الماركسي واليمين، ويسميه الفكر الاشتراكي او المذهب الاشتراكي. يا اما ينزع منك الكتاب ويحط لك بداله كلام سيغموند فرويد وسارتر ومين من ارباب الفكر الرأسمالي الليبرالي. يا اما يزيح كتابك ويحط المنهج الاشتراكي، يا يزيح كتابك ويحط المنهج الليبرالي. بتكلم عن المناهج الارضيه وما احدثته فينا من اثار، والجزئيه دي تحديدا عظمها الدكتور القرضاوي في كتابه الحلول المستورده وكيف جنت علينا، والكتاب موجود في المعرض. الباب الاخير اتكلم بقى عن المنهاج القرآني في التشريع. لكن نبدأ حديثنا بالتأسيس للمسألة، التفصيل الاعتقادي للمسألة. هو ساعتك بتصلي ليه؟ ساعتك بتصلي ليه؟ عشان الصلاة مفيدة للظهر، وما نعمله بجلس شكل مريض. بتصوم ليه؟ عشان السبب حلو للمعدة. اه يا سيدي، انا هتعشى دلوقتي وليك عليا 16 ساعة، مش عاوز 16 ساعة؟ ليك عليا 16 ساعة ما احطش حاجة في بطني الا الساعة 3 العصر. كانت 16 ساعة صيام. لكن المسألة مش كده خالص. المسألة انني عبد وسيدي قال لي واقيموا الصلاة. حاضر يا سيدي. عبد وسيدي قال لي كتب عليكم الصيام. حاضر يا سيدي. من امتى لامتى؟ من طلوع الفجر لحد اذان المغرب. حاضر يا سيدي. حاضر يا سيدي. انا عبد. فلماذا نقيم حضارة ونقيم نهضة على منهج الله عز وجل، بتطبيق منهج الله عز وجل، بتطبيق شرع الله عز وجل؟ لأننا عبيد، ابتداء عبيد، وسيدي أمرنا وأن نحكم بينهم بما أراك الله، وأن نحكم بينهم بما أنزل الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وحاضر فيه يعني الناس بتأمر بغض النظر بقى الأوامر دي مفيدة ولا مش مفيدة، دي مسألة تانية خالص. فنبدأ بالتأسيس والتفصيل الاعتقادي للمسألة. ألا له الخلق والأمر. لفظ خلق تكرر في القرآن 200 مرة. الألفاظ المقاربة واللي تعطي معنى من معاني الخلق زي أنشأ اتكرر 30 مرة، بلغ اتكرر 14 مرة، جعل اتكرر 300 مرة، بخلاف صور وبرأ وزرع وتحرار. بالنسبة قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. ومن مثل قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهكذا تتعدد الآيات في القرآن. ثم يتساءل: هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ أروني ماذا خلقوا؟ أروني ماذا خلقوا؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ إذا من هذه الآيات وأمثالها يريد ربنا أن يقول أنه خالق. فلماذا لا نتبع شرعته ومنهاجه؟ قد يقول قائل: أصل خلق وملك غيره، فالملك الجديد بهدلنا. وارد انك تبني بيت وتبيعه او توهبه لحد، فالمالك الجديد بهدلنا فخلانا ايه؟ ما نسمعش كلام الخالق ابدا يا سيدي. خلق وملك، خلق وملك، فقال: لله ملك السماوات والارض تبارك الذي بيده الملك، قل اللهم مالك الملك له ملك السماوات والارض، له ملك السماوات والارض ما فيهن، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهن. آيات كثيرة في القرآن. طيب يعني ملوش شريك، ما ممكن ما يكونش ملك بس مشارك. وقل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يبقى خالق وايه؟ ومالك. يبقى الله خالق وايه؟ ومالك. طيب ما نسمعش كلامه ليه؟ اصله اهمل الملك، ملك بس اهمل الملك. لا يا سيدي، تعال شوف بقى الايات في سوره يونس: ان ربكم الله، نفس الايه اللي في الاعراف بس الختام مختلف. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر، يدبر الامر، يدبر الامر، ما من شفيع الا من بعد اذنه. ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تتذكرون. دي آية 3 في يونس. في يونس برضه: أمن يدبر الأمر فسيقولون الله. والتدبير يعني الرزق والعناية والرعاية، ده مفهوم التدبير. الرزق ابتداء والرعاية والحفظ والعناية. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. قل من يكلأكم بالليل والنهار الرحمن ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أي أمن يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إذن والآيات كثيرة. الله خالق ومالك ومدبر.
خالق ومالك ومدبر. لحد كده ايه؟ لحد كده ايه؟ لحد كده رب. لحد كده رب. هذه خصائص الربوبية كما يقول علماء التوحيد. في باب توحيد الربوبية يقول لك ايه خصائص الربوبية؟ الخلق والملك والتدبير. طيب بالله عليك اي واحد يسأل نفس السؤال ده. حضرتك في بيتك، حضرتك رب البيت، حضرتك رب البيت، يعني انت اللي متوكل وتشرف وسافرت بره وجبت فلوس وبنيت عماره، واللي بيكبر من عيالك بتجوزه، واللي بيعيا بتعالجه، وهدوم العيد وهدوم المدارس ودروس خصوصيه. يعني حضرتك في الايه؟ قايم بالبيت كله. ينفع بعد كده ولادك دول يسمعوا كلام جيرانك وما يسمعوش كلامك انت؟ تزعل ولا لا؟ هتزعل ولا لا؟ ابن عطاء الله السكندري بيقول ايه؟ ما لا ترضاه لنفسك، ما لا ترضاه لنفسك كيف ترضاه لربك؟ ما لا ترضاه لنفسك كيف ترضاه لربك؟ فيبقى هو الخالق والمالك والمدبر، والامر مش امره ازاي؟ تيجي تنفع. ولذلك رتب الامر على الخلق فقال الا له الخلق، وبالتالي وبالمسمى وبالمنطق وبالعقل لازم يكون له ايه؟ يكون له الامر، لابد ان يكون له الامر. الا له الخلق والامر. ولذلك يتكرر لفظ الامر صراحة في القرآن 130 مرة، بمثل قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ذلك أمر الله أنزله إليكم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم يحذر فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك الأجيال اللي حاولت تعيش الحياة بدون المنهج الإسلامي ذلت أيام ذل. لما كان بيدخل القطار إلى شرق العالم الإسلامي كان لهم منهجية في القتل. يدخل بلد يذبح رجالها ويعمل هرم صغير ويقيسه بالرقش ويعمل علامة، ويخش البلد اللي بعدها يعمل نفس الكلام بس اكثر علشان الهرم يبقى اعلى. واخدها بقى كده 50,000 في سمرقند، 70,000 في بخارى، او 50,000 في بخارى و70,000 في سمرقند، وبعدين 200,000 في الري، 200,000 قتيل في الري، لحد ما وصل الى بغداد قتل مليون. ابن الأثير يقول مليون، في رواية 2 مليون. وبعدين احتلوا بقى العالم الإسلامي، التتار طبعا الخصوم حضراتكم عارفين، احتلوا بلاد العالم الإسلامي. فسمع الأذان، مش اللي قدامه ايه يا جماعة ده؟ ده الأذان. أيوه يعني ايه الأذان؟ أصل الإسلام، يعني ايه الإسلام؟ شرحوا لي الإسلام، شرحوا لي الإسلام. قال ايه بقى الراجل؟
هو شايف حاجات، شايف مظهر غير اللي سمعوا. فقال أما إني أراكم لا تحلون ما أحل ربكم ولا تحرمون ما حرم ربكم فأنا نقمة ربكم عليكم. فهمنا ازاي؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والاستعمار والاحتلال بهذا الشكل نوع من أنواع العذاب، نوع من أنواع العذاب. ولذلك سيدنا عمر كلمته المشهورة: نحن قوم كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. الأجيال التي استمسكت بالإسلام كانت أجيال عزيزة وتعيش في رخاء. هارون الرشيد يبص للسحابة: أمطري حيث شئت فسوف أتيني خراجي. سيدنا عمر بن عبد العزيز نموذج من نماذج النهضة وفق منهج الله. الكل بقى غني، جمعوا الزكاة، عايزين يوزعوها، مش أي حد ياخد زكاة، الكل بقى غني. قالوا زوجوا الشباب، زوجنا الشباب، فاضل فلوس. سد الديون اللي عليه دين، فاضل فلوس. قال ابنوا مضايف على الطرق، يعني رايح من مصر لاسكندريه يريح في مكانين ثلاثه، يتغدى او يتعشى ويغير هدومه ويغير الفرس بتاعه كمان، ولسه ليه فلوس. قال انصروا الحب على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع طائر في بلاد المسلمين. رخاء تام. طيب تبدا بقى الانسان ايه اللي جرى؟ بدأوا يطبقوا فينا المناهج الأرضية من أول سنة 1826 ونحن نحكم بالقانون الفرنسي اللي بدأ يطبقه محمد علي باشا من 1826. وعشان ما حدش يعرفه 1811 عمل مذبحة القلعة ذبح فيها كل علماء الأزهر ما عدا عمر مكرم وكل المماليك، لان دول هيعرفون، دول هيمسكوا بالكتاب قصاده. فقضوا عليهم فبقاش حد ماسك قصاده، فراح واخد الكتاب رميه وراح جايب لك ايه؟ شريعه نابليون بونابرت. وبنحكم بها الى الان. وكان دي بدايه النهايه للخلافه الاسلاميه. 1826 خدت 100 سنة في السقوط لحد ما سقطت الخلافة الإسلامية رسميا في 1924. وبدأنا بقى نجرب شوية ليبرالية لحد 52. وبعد 52 شوية اشتراكية لحد سنة 81. من 81 ل 2000 كنا بنطبق خليط من الاشتراكية والرأسمالية. من 2000 ل 2010 كان عندنا نوع جديد من الاقتصاد مش موجود في العالم كله، اسمه الاقتصاد بالمحسوبية. علماء الاقتصاد يقول كده، تصنيف علماء الاقتصاد كده، لا لاقيين ورايح يملك الاشتراكية ولا يملك الرأسمالية، لقوا الاقتصاد بالمحسوبية. المحاسيب لموا بعض وزعوا البلد عليهم. وحضراتكم تقرأوا عن أرقام، بلغت الأرقام حاجة مذهلة، 700 مليار دولار نهبوا من مصر خلال ال 30 سنة اللي فاتت. 700 مليار دولار مش جنيه، يعني يضرب في 6. ولك واحد ابو العينين ولك عنده 9 بلد. انا لما شفت الرقم قلت ايه؟ لو كانوا 5 كلنا بنصلي الفجر في فيلا والظهر في فيلا، فبتسيت عليه قلت بس يبقى ال4 بيصلوا التراويح. طبعا نشيل الكتف. حاجه عجيبه جدا.
مش شايفين الارقام يعني بقت خلاص على مسامع حضراتكم الفتره اللي عدت. يبقى ماذا جنت عليها المناهج الاخرى؟ جابت لنا ايه؟ بلا فرق الدوله الاولى في العالم في فيروس سي، الدوله الاولى في العالم في فشل الكلوي، الدوله الاولى في العالم في امراض السكر، اكبر دوله في البيوت في العالم مصر، 9 مليون عامل، 40% حالات طلاق، سداد خدمه الدين، سداد فوائد الدين، الربا بتاع الدين بندفع 63% من الناتج المحلي. يعني تنتج ما ينتجه محليا يروح لسداد الديون. كان حضرتك كده لما تروح تكسب 30 جنيه في اليوم من المحل بتاعك تطلع 20 جنيه منهم تسدد ديونك. فاضل لك 10 تاكل بيهم، في حين ان انت عندك بيت محتاج 40 جنيه مصاريف. يعني حتى ال 30 انت كسبتهم مش مكفيين. دايما عندك عجز في الموازنه. يبقى اذا المناهج الارضيه لم تحقق لنا شيئا ولم تحقق لنا نهضه، بل وضعتنا في وقته 500 جامعه ما ينفعش ولا جامعه في مصر. مسابقه 500 جامعه على مستوى العالم ما ينفعش ولا جامعه في مصر. ليه؟ احنا اللي عملنا نفسنا كده عندما تنكبنا الطريق وتركنا كتاب الله عز وجل وحاولنا ان نقيم نهضه بلا منهج. اي نهضه في الدنيا لها منهج. كل منهج في الدنيا له دوله تحميه. المنهج الاشتراكي بتحميه روسيا والصين، المنهج الليبرالي بتحميه امريكا واوروبا، المنهج الاسلامي ليس له دوله تحميه، ليس له دوله تدعو اليه وتعظمه وتطبقه. وبعدين تقولوا عايزين نهضه منين؟ منين يا اخوان؟ يبقى البعد الاول في النهضه يجب ان تكون النهضه وفق شرع الله عز وجل. طيب يعني نطبق شرع الله ليه؟ زي ما بنقولوا كده، انت بتصلي ليه وبتصوم ليه؟ عشان انا عبد لازم اصلي، وانا عبد لازم اصوم، يبقى انا عبد لازم اطبق شرع الله. بغض النظر عن انه مفيد ولا مش مفيد، دي مساله ثانيه خالص. لكن تعال صلى الله على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. هل شرع الله له مميزات؟ احنا شفنا العنصر الاولاني في كلامنا لازم نطبق شرع الله عز وجل اذا حبينا نقيم نهضه، لان دي مساله اعتقاديه من امور العقيده. من امور الايه؟ العقيده. يعني احنا قلنا خالق ورازق ومدبر ده رب. طيب بما انه رب من حق ايه؟ من حقه ايه؟ ان يعبد. صح؟ من حقه ان يعبد، يبقى اله. لان خصائص الالوهيه العباده، خصائص الربوبيه الخلق والرزق والتدبير. خلاص، خصائص الالوهيه العباده، فمن حقه ان يعبد. والعباده على وجهين. العباده على وجهين. وجه معلوم للناس كلها اللي هي العباده الظاهره، الصلاه والصيام والزكاه والحج والاستغفار والذكر والنذر. الشق الثاني من العباده وده الشق الخفي اللي عاوزين نجليه ونوضحه للناس، وهو شق الامر. وده اللي ما كانش فهمه برضه سيدنا علي بن حاتم، كما يروي الترمذي لما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجده يتلو الايه: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. فقال: يا رسول الله والله ما سجدنا لهم ولا ركعنا، والله ما سجدنا لهم ولا ركعنا. قال: الم يحلوا لكم الحرام ويحرموا لكم الحلال؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. إذا الشق الخفي من العبادة شق الأمر.
يبقى عشان يبقى توحيدك سليم، عشان يبقى اعتقادك سليم في شق الربوبيه، تؤمن ان الله هو الخالق والرازق والمدبر. وفي جانب الالوهيه تعبد الله عز وجل، فلا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج ولا الا لله بس، لا لسه. ولا تأتمر بأمر غير أمر الله عز وجل، ولا ترتضي منهجا غير منهج الله عز وجل، عشان يبقى توحيدك كامل سليم. طيب ما هي مميزات هذا المنهج الإلهي؟ في كلمتين اثنين يا حبايبي، كلمتين اثنين. منهج الله وشريعة الله تامة وكاملة، أو كاملة وتامة. بس كلمتين اثنين. تتميز شريعة الله بالكمال والتمام، لقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. التمام بيكون في العدد، التمام بيكون في العدد، والكمال في الوصف. عشان ده الجيش يقول لك ايه؟ يقول لك خد كمال السرية. الناس اللي دخلت الجيش جماعة تقول لك خد كمال السرية، خد كمال السرية. يبقى التمام الكلام في العدد، بمعنى لو انتوا لازمكم 1000 بند 1000 قانون ينظموا حياتكم، ال1000 موجودين. ده جانب ايه؟ التمام. لو لازمكم 1000 بند لتنظيم حياتكم وتقيموا بها الحضاره وتقيموا الارض، اطمنوا ال1000 بند موجودين. طيب والكمال فين؟ في الوصف. الكمال في الوصف. يعني ايه؟ والله بيروحوا 1000 بند بس معلش 950 100 وفي 50 بند كده ايه؟ تحملوه بقى. احنا عندنا في الخطه ازاي؟ لا يتحرك ولا بند في عمار. التمام ال1000 بند اللي محتاجينهم او ال1000 قانون اللي محتاجينهم لتنظيم حياتهم، ال1000 موجودين. ولذلك في جانب التمام هنتكلم عن الشمول. شريعة الله شاملة، شاملة شمول ظرفي للزمان والمكان، لقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته، بعدي أبدا إلى يوم القيامة. وشمول ظرف المكان لقول الله عز وجل: لتنذر القرى ومن حولها، القرى مكة ومن حولها. وشمول الأشخاص: وأرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا. أرسلناك للناس كافة، يعني منهج الله ده منهج الله صالح للمصري والسعودي والأمريكي والياباني والإنجليزي، لكل حد كافة. وشمول التشريع ومكونات شريعة الله عز وجل 4: العقيدة والأخلاق. العقيدة والأخلاق، وده الجانب النظري ومحله في القلوب والنفوس، والعبادات والمعاملات، وده الجانب العملي اللي بيسموه الفقه او التشريع او الاحكام العمليه. تخيل حضرتك الجانب العملي ده
ينظموا من كتاب الله عز وجل 500 آية بس. 500 آية بس. 500 آية هم اللي ينظموا مسألة العبادات والمعاملات. 500 على عدد آيات القرآن اللي هي 6236. اكتبها كده بالكالكوليتر ولا بالموبايل هتلاقيها 8%. 8% بس اللي بتنظم حياتنا العملية. أطول آية في القرآن آية إيه؟ آية الدين. آية الدين أطول آية في القرآن. شو بقى الشيخ القرضاوي يقول فيها إيه؟ الأصل أن هذه الدنيا بالنسبة للآخرة متاع إيه؟ قليل. كده متاع قليل. كل لو واحد غني يبقى عنده ايه من المتاع القليل ده؟ قليل من قليل. كده قليل من قليل. لو واحد غني. طيب الاصل انك تعيش مديون ولا الدين ده حاله استثنائيه؟ حاله استثنائيه. الاكثر عدد الدائمين ولا عدد المدينين؟ على الدائمين. الاصل ان يبقى الدائم اكثر من المدين. المدين ده استثناء يبقى قليل. ما تبصش في حياتنا دلوقتي. ما تبصش في حياتنا دلوقتي. يبقى المديون ده يبقى العدد الاقل. يبقى قليل من قليل من قليل تنظمه اطول آية في كتاب الله. قليل من قليل من قليل تنظمه اطول آية في كتاب الله عز وجل. عظمة هذا المنهاج، عظمة المنهاج الإلهي حاجة عجيبة جدا. طيب يبقى في جانب التمام هنتكلم عن ايه؟ عن الشمول. شمول الظرف زمان ومكان، شمول الشرط، شمول التشريع. 8% بس اللي بينظموا حياتنا العمليه كلها من عبادات ومعاملات. طب وال 92% من كتاب الله تختص بالعقائد والاخلاق. ليه؟ لانها تكون الدافع لافعل ولا تفعل. تكون حاجه مش موجوده في اي شريعه، وهي الرقابه الذاتيه من العبد على نفسه. كل دول العالم اللي بتطبق قانون الانسان فيها طالما بعيد عن رقابه القانون ويعرف يفلت من القانون الوضعي بيعمل اللي هو عاوزه. وفي ناس بتاخد دكتوراه ثغرات القوانين. انما الاصل عند العبد انه ايه؟ يراقب الله عز وجل. يقول له يا بني اعطني رمانة حلوة. صاحب حديقة يقول له الغلام بتاعه العامل اللي عنده يقول له يا ابني هات لي رمانة حلوة. فراح وجه جاب له رمانة مالحة حمضة، يعني طعمها لاذع حمض مش حلو لسه مطرش. فقال يا بني قلت لك ائتني برمانة حلوة. فراح وجه جاب له واحدة ثانية برضه ايه؟ حدث طعمها بيرجع. فقال يا بني عليك بالحديقة رمان حلو. قال يا سيدي يا سيدي أنت لم تخبرني بمكان الرمان الحلو، وأنا لم أذق الرمان حتى أعرف الحلو من الحمض. فزوجه ابنته. زوجه ابنته. صاحب الحديقة زوج هذا الغلام ابنته لأنه أمين صاحب دين. وكان ثمرة هذا الزواج الإمام العالم المجاهد عبد الله بن المبارك. هي دي الرقابة. سيدنا عمر يمسك القضاء سنة في زمن أبي بكر،
وبعدين يجي يقدم استقالته. ايه يا عم؟ انا بناخد مرتب قاضي وما جاتليش ولا قضيه خلال سنه. انا هاخد مرتب قاضي وخلاص. لقد عشت بين اناس عرفوا ما لهم فاخذوه بالمعروف وعرفوا ما عليهم فادوه بالمعروف. مفيش مشاكل. لان كل واحد ايه؟ يخشى الله ويوم الاخر. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس برب العالمين. كل واحد خايف من لقاء الله. فالعقيده والاخلاق في الشرع الاسلامي 92%. ليه؟ لانها تكون الدافع ليفعل ولا تفعل. عشان كده دايما فضيلة الشيخ القرضاوي ليه؟ نريد ان نحافظ على ضمير الامه حيا. في جانب التمام، طيب في جانب الكمال هنتكلم على انها شريعه انسانيه. شريعه انسانيه بمعنى ايه؟ تراعي حقوق الانسان. تراعي حقوق الانسان. من حق الانسان اي انسان الحريه لقول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومن حقه ايضا الايجار. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع كلام الله. من حقه ان يسمع. ومن حقه حسن العرض، انك تعرض عليه القضيه بشكل حلو وتحترم عنده حق الاختلاف. فيسمع وبرضه يا يؤمن يا ايه؟ يا ما يؤمنش براحته. يؤمن ما يؤمنش براحته خلاص. ومن حقه التعاون والوفاء، لأن هذا الكون لم يخلق للمسلمين وحدهم ولا ينصلح حاله بالمسلمين وحدهم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقترب من صفوان بن أمية بن خلف أسلحة في غزوة حنين، وبعد الحرب ما خلصت بيرجعوا الحرب. قال إنما حق الدين الرد والوفاء. مش ده مظهر من مظاهر التعاون؟ مش ده مظهر من مظاهر التعاون؟ ولا يلا سيطرت اقصي كل مخالف ليا؟ لما دي شريعه الله عز وجل. شوف تصرفات سيدنا عمر مع النصراني في مصر. ياتيه شاكيا ابن عمرو بن العاص ضرب ابنه فأخذ الدرة وأعطاها للولد. قال اضرب ابن الأكرمين. ويوجه الكلام لعمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. اضرب ابن الأكرمين. مش ضربك اضربه ضربات. شريعة إنسانية، شريعة واقعية، شريعة ترعى المصالح وتحقق كل انواع النفع للانسان. اول بس مثال اخير اختم بيه عشان تعرف كل اقتصاديات العالم لو يحط خط للفقر يحددوه $2. $2 يعني الفرد اللي دخله اليوم اقل من $2 يعني 12 جنيه، يعني تقول تحت خط الفقر. كل اقتصاديات العالم. هنا في مصر الاحصائيه الرسميه تقول ايه؟ 40% من الشعب المصري تحت خط الفقر، اللي هم محددينه كام؟ $1. يعني حتى الفقر بيساوي. تخيل خط الفقر في العالم كله 2، في مصر $1 اللي هو 180 جنيه دول. في العالم كله $2. طب الاسلام في شريعه الله في الاقتصاد الاسلامي عايزنا نلبس هدوم مرقعه وقاعدين كده ناكل مش وجبنا حلقه وعيش وخلاص؟ لا يا سيدي طبعا
عندنا حاجة في الإسلام اسمها حد الكفاية، وهو الحد الذي يوفر الحياة الكريمة للإنسان في الدولة الإسلامية، مش للمسلم، مش للمسلم بس. الحد الذي يوفر الحياة الكريمة للإنسان في الدولة الإسلامية. يطلع بقى الموظف مسيحي، يطلع يهودي، يطلع زي ما يطلع، أو موظف في الدولة الإسلامية. حول الكون لم يخلق لنا وحده، ويرى حق الاختلاف للإنسان هو حر. في الآخرة ربنا يحاسبه على اعتقاده للإنسان. طيب حد الكفاية ده ربطوه بإيه؟ ربطوه بنصاب الزكاة. طب نصاب الزكاة كام؟ 85 جرام ذهب. اضرب حضرتك 85 جرام ذهب في 300 جنيه تقريبا، يعني حوالي 24,000 جنيه. يبقى ده أقل دخل، أقل دخل للفرد في العام. يبقى أي موظف يتقاضى 24,000 جنيه في السنة، اتكلمنا عنه الشهر. يبقى شهريا حد الأدنى إيه؟ 2000 جنيه. هتبقى 2000 جنيه على 30 يوم يعمل قد ايه؟ حوالي 66 جنيه. 2000 على 30 يعني 66 وعلامه وشويه ايه؟ وكام 6 كده. هتبقى 66 دول تقسمهم على 6 جنيه في $6. 10 دولار. يبقى طلع كام؟ تقريبا من 10 ل $11. يبقى خط الفقر في الاسلام حوالي $10. يعني الاسلام عاوزك تعيش في حاله اقتصاديه 5 أضعاف احسن من اي اقتصاد في العالم، في اي منهج تاني في العالم. عرفت بقى؟ عرفت ان شريعه الله عز وجل هي افضل الشرائع وافضل المناهج التي تقيم بها نهضه. وده المبدا اللي ثبتناه بالاستاذ البني. قال كده: دعوه الاخوان المسلمين ربانيه لانها تدعو الناس ان يعودوا الى الله عز وجل ويحققوا قوله تعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم. واسلاميه لان منطلقها هو الاسلام. وعالميه لان الاسلام دين عالمي، وبالتالي فدعوه الاخوان ايضا دعوه عالميه. ورحب هدف كبير قال: استاذيه العالم. احنا هدفنا الكبير استاذيه العالم. جمع منين؟ جمع من قول الله عز وجل: كنتم خير امه اخرجت للناس. اعتبر ان ده سطوح، اعتبر ان ده سطوح، وعشان يطلع له قال: والله عندنا مجموعه من السلالم لازم نطلع لها عشان نوصل للسطوح ده اللي هو استاذيه العالم. اول سلمه تبدا بالحرب المسلم. سليم العقيده، صحيح العباده، مثقف الفكر، قادرا على الكسب، نافعا لغيره، محافظا على شؤونه، منظما في شؤونه، حريصا على وقته. مجموعه من الصفات تميز الفرد. وبعدين الفرد ده ذكر وانثى، وبيتجوزوا يعملوا لنا بيت مسلم. البيت ده بجوار كل البيوت يعملوا مجتمع مسلم. هذا المجتمع زي ما بيقولوا في علم الاجتماع الحكومات افراز طبيعي للمجتمعات. تطلع لك حكومه اسلاميه. يمكن احنا شفنا المشهدين دول دلوقتي. يعني الانتخابات اللي فاتت الشعب 77% منه قالوا احنا عايزين الاسلاميين. بين قوسين اخوان مسلم. بس عايزين ايه؟ هو اختار ده ليه واختار ده ليه؟ عشان ده منهج الاسلام وده منهج الاسلام. مع خلاف التفاصيل مش مشكله. طيب لما تيجي حكومه ائتلافيه بقى سواء دلوقتي او في شهر 6 هتطلع حكومه منين؟ من هذا الائتلاف معظمها الشاذ. يبقى الحكومه بتطلع افراز طبيعي للمجتمعات. اللي قالها سيدنا النبي: كما تكونوا يولى عليكم.
انتوا عاوزين الاسلام، هيجي لكم حكومه اسلاميه. وبعدين الدوله ثم تتعاون بقى مصر مع تونس مع ليبيا مع ان شاء الله مع سوريا مع السودان، يقوموا يعملوا حاجه زي الاتحاد الاوروبي كده اللي يسموها الخلافه. من خلال بقى اجهزه اعلامها ومن خلال دعاتها ومن خلال فضائياتها ومن خلال ايه؟ ينتشر الاسلام في ربوع العالم. وهذا ما بشرنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم: ان الله زوى لي الارض مشارقها ومغاربها ولا يبلغن ملك امتي ما زوي لي منها. وفي حديث اخر: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. وفعلا يتحقق حلم استاذيه العالم. عشان كده الاستاذ البنا قال احنا هنمشي 3 مراحل رئيسيه: مرحله التعريف وهي نشر الدعوه بين الناس عموما، ومرحله التكوين استخلاص العناصر الصالحه لحمل الامانه اللي هم رواد المشروع، وتكوينها تكوين كامل علميا وثقافيا وتربويا وكذا بحيث تبقى عناصر قائده رائده، ثم تنفيذ بالرجوع ثاني للمجتمع ونشر الخير في هذا المجتمع. ودي مراحل هتاخد وقتها. ثم عظم مساله الامل. قد يرى الناس هذا الكلام خيالا ونراه حقيقه، وتلك الايام نداولها بيننا. فمشروع النهضه عند الاستاذ البنا مشروع اسلامي في المقام الاول، لانه نهضه يبقى لازم منهج. اي نهضه لازم لها منهج. فمشروع النهضه عند الاستاذ البنا مبني على المنهج الاسلامي. وده احنا اتكلمنا عن بعض مميزاته عند حضراتكم في المعرض المحترم. ربنا يجزيك خير اللي انتوا عاملينه. مجموعه الدكتور القرضاوي حتميه الحل الاسلامي. منها كتاب شفته دلوقتي الحل الاسلامي فريضه وضروره. فريضه احنا قلناها لانها مساله اعتقاديه، وضروره للمميزات اللي في شريعه الله اللي احنا قلنا بعض منها النهارده. حوالي السلسله 42 كتاب وكلهم بفضل الله موجودين عند حضرتك. الحل الاسلامي ضروره فريضه، بينات الحل الاسلامي، الحلول المفترضه للمنهجات على امتنا، مجموعه كامله للدكتور القرضاوي كلها موجوده هنا، فضلا عن كتاب المنهاج القراني في التشريع للاستاذ الدكتور عبد الستار الحلقه. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان يصرفنا من هذا المكان الطيب لجلب المغفور وعمل متقبل مبرور. ونسأل سبحانه وتعالى كما جمعنا على غير أرحام بيننا ولا منة أعطاها أن يجمعنا في جنته إخوانا على سرور متقابلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.